معظم اكاديميات كره اليد في مصر مش بيعرفوا يعلموا اصلا. الاكاديميات في مصر معظمهم همهم الاشتراك وبس، محدش بيركز على تطوير مستوى اللعيبه وتعليمهم صح، ومش بيهتموا انهم يطلعوا لعيبه جامده وبيعلموا وخلاص. والمدربين اللي بيمرنوا هتلاقيهم يا اما بيتعلموا في الاولاد يا اما عندهم خبره بس طريقتهم وحشه، ومش بيفهموا الاولاد اللعبه وتاريخها وازاي يحسنوا نفسهم. عشان كده لازم التشانس ميكرز تتدخل، عشان احنا مش مهتمين بالاشتراك على قد ما مهتمين احنا نطلع لعيبه جامده بجد ونساهم في تطوير جيل جديد في كره اليد لاننا بنحبها، وبنفهم ونوعي الاولاد ازاي يشتغلوا على نفسهم وازاي يعيش حياه رياضي هدفه انه يبقى محترف، وبيتعلم الاساسيات والمهارات وبنضيف له الخبرات اللي بتخليه مميز عن باقي جيل. واول ما بيوصل مستوى مناسب بنوديه نادي جامد عشان يبدا كاريره من وهو صغير، فبنضمن التطور وبنضمن ان في جيل طالع من عندنا هيعمل طفره في كره اليد. واكتب لنا في الكومنتس ايه اكتر موقف ضايقك في اكاديميه كنت مشترك فيها قبل كده، فسواء كنت ولي امر عايز يطور ويعلم اولاده او حتى كنت لعيب عايز يطور من مستواه، فتشانس ميكرز مش اكاديميه عاديه، احنا بنصنع فرصه لعيب جامد. بعت لنا رساله دلوقتي واحجز مكانك في الاكاديميه عشان نبعت لك التفاصيل ونقول لك على مواعيد التمارين. نورنا يوم الافتتاح يوم 29/9 في القاهره، واللي هنعمل فيه تمرينه مجانيه عشان تحبب ابنك في اللعبه قبل ما تدفع. تشانس ميكرز، ميك يور اون تشانس.